بزاف ديال البنات اللي قالوا لي نشارك معاهم هذا البلاطو ديال الحلوه اللي وجدت غير بنص كيلو ديال اللوز. البنات تبارك الله كيخرج 18 حبه من كل شكل، كيجي الشكل ديالو هماوي، والبنه ما نعاودش لكم ديال تحميره الوجه. فاول حاجه هنايا كناخذ نص كيلو ديال اللوز اللي كنكون فسختو وكنخليه حتى كينشف مزيان تقريبا ليله كامله، كنشرو على واحد الزيف، كنزيد عليه 4 ديال السكر سنيده 250 غرام، 4 ديال الحبات ديال المسكه الحره. غادي نطحن كلشي مزيان حتى كيولي الشكل ديالو على بحال هكا عجينه. غادي نزيد عليه معلقه ديال الجليكوز ومعلقه ديال الزبده تكون حيوانيه، قريصه ديال القرفه، وغادي نبدا كنجمع ديك العجينه ديال اللوز بشويه ديال المزهر. ما تكثروش المزهر وحاولوا ما تدلكوهاش باش ما تطلقش لكم الزيت، والا طلقات لكم الزيت تبقاو كتزيدوا المزهر شويه بشويه حتى كتولي تقدروا تشكلوها كيف ما بغيتو. غادي نفرقها 3 ديال الكرات، وحده من هذوك الكرات غادي نزيد لها شويه ديال النكهه ديال البيستاج. بالنسبه للشكل الاول غادي نفرقهم الكريات اللي كيكون الوزن ديالهم 15 غرام، غادي نشكلهم على شكل كعب غزال، وغادي ندهن ليهم صفار بيضه اللي كنكون خلطتها مزيان، وغادي نحاول نثبت عليهم اللوز ايفيلي على هذا الشكل هذا بطريقه سهله. صافي غادي نستفهم في البلاطو. غادي ندوز للشكل الثاني اللي حتى هو الوزن ديالو 15 غرام، غادي ندهن له صفار البيض وغادي نحاول نثبت عليه اللوز كونكاسي، وغادي نزينو بديك السوغيز من الوسط. صافي. وبالنسبه لاخر شكل اللي فيه النكهه ديال البيستاج حتى هو غادي ندهن له صفار البيض وغادي ندوزو في الزنجلان البيض، وغادي نحاول ندير واحد الحفيره الوسط بداك المغرف ديال الخشب. كندخلهم للفران اللي كيكون بارد على 160 درجه من الفوق ومن التحت حتى كيشدوا لي داك اللوين مذهب. من بعد ما كيبرد هذا الشكل تماما ديال الساقيه، عاد كنعمروا من الوسط بشويه ديال الجليكوز والناباج والبيستاج اللي كنكون قطعته قطع كبيره، كنقطعوا على هذا الشكل وكنقدموا هذا البلاطو كيجي هماوي وبالصحه والراحه.